السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنحضر معاكم واحد الاكله شتويه كتجي بنينه، كتجي رائعه. وليداتكم غادي يعشقوها، غادي ياكلوها. راه كتجي بنينه خطيره. خوتي خواتاتي، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. ديروا لايك للفيديو واشتركوا. اللي ما مشترك يشترك معايا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. وندوزو ان شاء الله للطريقه. هنا عندي الشيفلور او القرنبيط اللي غادي نقطعو بهذه الطريقه. نحيدلو هاد الشجيرات هكا وغادي نغسلهم مزيان. غادي نقيهم ونغسلهم. راه هاد الاكله كتجي بنينه، كتجي زوينه بزاف. وليداتكم غادي ياكلوها. اللي ما الا ما كياكلوش الشيفلور، هاد الوصفه هادي غادي ياكلوها. صافي، هنا غسلته مزيان ونقيته، درتو في كاسرونه اللي وضعت فيها الماء، ودرت ورقه سيد ناموسه. وغادي نحك هنايا الثومه، فص ديال الثومه صافي، ومع شويه ديال المليحه. وغادي نوضعوه على النار يطيب مزيان. هنا في كوكوط غادي ندير نص بصله محكوكه ونص اخر غادي نخليه من بعد، مع الثومه حتى هي كذلك نص غنديرو ونص غنخليه من بعد. جوج فصوص ديال الثومه. هنا غندير سكينجبير وغادي ندير البزار، قزبور يابس حبوب، خرقوم، تحميره، وشويه د الملحه، وصوص طوماط مطيشه د الحك صافي، وربع كاس ديال زيت المائده. وهنا ربع قزبور ومعدنوس مقطعين هكا رقاق صافي. وهنا راني وضعت نص كاس ديال الماء، ما تصورش هذا مع العطريه. غادي نقليها شويه مع ديك نقليها هي فاش تقلات لي دابا البصيله مع ديك العطريه. غادي ندير هنايا الحمص اللي عندي مرقد، كنديرو ليله كامله مرقد، كان عندي في المجمد. وهنا غندير عليه الماء طايب، الماء مغلي مزيان مغلي، وغادي نديرو عليه حتى نغطيلو هكا الوجه. فاش يطيب غنسد الكوكوط ديالي ونوضعها على النار، نار متوسطه حتى يطيب هذا الحمص مزيان. هنا عندي صدر ديال الدجاج اللي غادي نطحنو حتى هو يتطحن مزيان صافي على هذا الشكل هكا. غنردو على جنب. هنا صافي ديك الشيفلور ها هو طاب. غادي نعصرو مزيان بهذه الطريقه باش ما يبقاش فيه الماء، ضروري تعصروه مزيان صافي. هنا كنمعسو وكنعصرو في نفس الوقت بهذه الطريقه هكا صافي. ما خصش الماء يبقى فيه، عصروه مزيان صافي. من بعد ما غادي نعصرو، دابا غادي ندوز ان شاء الله غادي نخلطو هو هاد الكفته ديال الدجاج صافي. غادي نخلطو مزيان. غادي نزيد عليه ديك البصله اللي خليت والثومه والعطريه اللي درت مع الحمص. غنديرها حتى مع الشيفلور، البزار، تحميره، سكينجبير، خرقوم، القزبور يابس مدقوق، وشويه د المليحه، ومعلقه صغيره ديال صوص طوماط، وربيع قزبور ومعدنوس صافي. والقزبور كيكون غالب شويه على المعدنوس صافي. وكنخلط مزيان دابا. وشويه د الكمون، عندكم تنساو الكمون صافي. الكمون ما تكثروش، غير راس معلقه صغيره باش ما كيمررناش الوصفه صافي. هكا غادي نمعسو مزيان. انا رديته في هذا البول باش يصلح لينا نمعسو مزيان ويدخلوا ديك العطريه كلها صافي. غادي نمعسو مزيان هكا وغنردو على جنب. خوتي ما تنساونيش من لايك، الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. هنا غنجيب شويه ديال الدقيق غنوضعو في شي طبيص بهذه الطريقه. وغادي ندير الماء في زليفه، غادي نبقى نفزق يديا بهذه الطريقه. وغادي ندير كويرات ونحطهم في الدقيق. الكويرات بغيتوهم كبار ديروهم كبار، بغيتوهم صغارين ديروهم صغار. انا درتهم متوسطين بهذه الطريقه صافي. وغادي نبقى نفندهم مزيان في الدقيق، ندوز لهم مزيان الدقيق بهذه الطريقه هكا. غنجيب الطبيص الاخر غادي ندير فيه شويه ديال الدقيق،
وغادي نهز هاد الكرات نوضعهم في الطبسيل هكا وغادي نستمر. صافي، والطريقة كاملة موضحة قدامكم هانتوما كتشوفوا معايا. هاد الدقيق اللي درتو هنا في الطبسيل غير باش ما يلصقوليش. صافي، وغادي نستمر تنسالي الكمية اللي عندي. من بعد ما ساليت، هنا عندي زيت سخونة، غادي نقليهم. انا غنقليهم في الزيت، نتوما بغيتو ديروهم في الفران ديروهم، هي الوصفة الأصلية كيتقلاو هكا في الزيت. صافي، غادي نقليهم. سمحوا لي هنا ما عنديش الاضاءه، جهتي فاش كنطيب ما عنديش فيها الاضاءه، راه كتجي التصوير شويه عيان. نقليهم يتحمروا من التحت ونعاود نقلبهم بهذه الطريقه، نبقى نقلب فيهم حتى يتحمروا لي على عافيه متوسطه، ما تكونش مجهده. صافي، ها هي القليه الاولى حيدتها، غادي نقلي عاود القليه الثانيه. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو تاكلوهم غير هكا. صافي، ها القليه الثانيه حتى هي حيدتها. صافي، قليت الكميه اللي عندي وتبارك الله كتجي كميه كثيره. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو، سمعوا التقرميشه، سمعوا. هادو يمكن لكم تاكلوهم هكاك، اللي ما بغاش يديرهم هكا بهذه الطريقه تاكلوهم هكاك يجيو رائعين. الحمص ديالي من بعد ما خليته طاب مزيان، شوفوا تبارك الله هو طايب وجات ديك المريقه هكا واكحه. وما تخليوهش ينشف بزاف، خليو فيه شويه المريقه، لان غادي نعاود نردو على البوطه يتشحر شويه مع هاد الكرات ديال الشيفلور. صافي، غادي نردو دابا ان شاء الله على البوطه، نردو على النار يتشحر غير شويه غير شويه حتى يندمج مع ديك المريقه هكا. وصافي ديك الساعات الله يجعل البركه. صافي، ها هو من بعد ما طبخ شي شويه صافي. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي المريقه معلكه، كيجي خطير. انا متاكده وليداتكم ميلا ذاقوا هاد الوصفه ما يستغناوش عليها، راه كتجي خطيره، كتجي رائعه. شوفوا تبارك الله المريقه كتجي واكحه، كتجي بنينه. هاد الوصفه شتويه بامتياز. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي مريقه خاتره، كل شيء طايب على حقه وطريقه. شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي المريقه، الحمص طايب، كل شيء طايب، وصفه رائعه. انا متاكده الا جربتوها غادي تعتمدوها ان شاء الله. خوتي خواتاتي الله يحفظكم، الله يجازيكم بالخير. الا وصلتوا حتى لهنا ديروا لايك للفيديو واشتركوا. مرحبا بكم والف مرحبا بالجميع، وبسلامه عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.